علشان تعملوا الفراخ البانيه مظبوط كده ولونه تحفة، وكمان الكفرنج من بره مقرمش زي ما انتوا سامعين كده. في كام خطوة بسيطة بس بجد بتفرق جدا في الطعم. وهعرفكم كمان تتبيلتي السريعة جدا للبانيه اللي بتخلي طعم الفراخ من جوه تحفة وجوسي، وكمان ايه اللي يخلي الكفرنج ثابت كده على الفراخ بعد القلية، حتى لو قطعناها بالسكينة زي ما انا عملت كده تطلع القطعة زي ما هي. تعالوا اقول لكم عملته ازاي. اول حاجة للتتبيلة استخدمت نص كوباية من اللبن الرايب، وممكن نستبدلها بكوباية صغيرة من الزبادي، نص كوباية من عصير البصل، ربع كوباية من عصير الليمون، بيضة واحدة بس، والتوابل كانت ملح وفلفل اسود وبصل باودر وتوابل فراخ. كل التوابل والخلطة دي عملتها ميكس كويس جدا مع بعض لغاية ما البيضة دابت وكل حاجة اختفت تماما. بعد كده ضفت نص كوباية من الدقيق، ورجعت تاني قلبت لغاية ما الدقيق كمان اختفى وبقى الخليط كده زي ما انتوا شايفين قوامه مظبوط. حطيت كل قطع الفراخ البانيه جوه الخلطة دي، وده تقريبا كان كيلو. دمجت كويس جدا الفراخ مع الخليط بحيث ان كل قطعة منه تتغلف بالتتبيلة. بعد كده خطوة مهمة جدا ان احنا نخلي الفراخ في التتبيلة كده في التلاجة، ممكن نخليها ساعة ساعتين قد ما تقدروا. للكفرنج استخدمت بقسماط ناعم، وانا دايما بحب اضيف عليه فيجيتار او اي نوع ممكن تفضلوه من تتبيلة البانيه الجاهزة، بتكون مبهرة وتتبيلتها حلوة قوي، بتدي كمان الكفرنج طعم خطير. عملت ميكس للبقسماط والفيجيتار كده مع بعض. والحلو بقى في الموضوع ان احنا هنلغي تماما خطوة البيض والدقيق، يعني طلعت على طول الفراخ من التتبيلة على البقسماط دايركت، لان احنا اوريدي حاطين الدقيق والبيض في التتبيلة. ودي برضو خطوة مهمة من الحاجات اللي بتخلي التتبيلة لازقة كده في الفراخ، وكمان الكفرنج من بره ما يفكش. هنخبط كام خبطة كده بسيطة على كل ناحية، واول ما الناحيتين يتغلفوا بالبقسماط هنبدأ بقى ان احنا نضغط بكف ايدينا كامل بحيث ان احنا نلزق كل البقسماط في الفراخ. اصلا من قبل ما تتقلي هتحسوا ان خلاص البقسماط لا يمكن يفك تاني من على الفراخ. خطوة مهمة كمان ان احنا بعد ما نخلص كل الكمية نخليها في الفريزر نص ساعة على الاقل قبل ما نقليه. دي برضو حاجة مهمة هتخلينا نتأكد ان الطبقة دي مش هتفك وقت القلية. بعد ما خلصت كل الكمية وخليتها في الفريزر نص ساعة تقريبا، بعد كده سخنت زيت غزير، ولازم يكون الزيت مغطي الفراخ من فوق كده ومن تحت كويس. درجة حرارته تكون متوسطة بحيث ان الفراخ تاخد وقتها جدا في التسوية. مش هقلبها ولا هاجي ناحيتها غير لما الطروف دي تاخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بقى ان انا اقلبها على الناحية التانية. الناحية التانية مش هتاخد بالظبط 30 ثانية وهتبقى جاهزة. حاولوا ما تخلوش اللون غامق، هي مستوية كفاية يا جماعة في التتبيلة لأن كان فيها ليمون ومية بصل، فده كافي جدا إن هو يخلي أنسجة الفراخ طرية. اللون ده بالنسبة لي بيرفكت. الخطوة المهمة الأخيرة إنكم ما تطلعوهاش على مناديل علشان الطبقة الخارجية دي هتطرى معاكم، طلعوها على مصفى ستانلس أو حاجة معدن. البانيه ده بالطريقة المثالية هتلاقوا من جوه جوسي ومن بره مقرمش والطبقة متماسكة. جربوه بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم، متأكدة إنه هيعجبكم وانجوي.